خلصنا من محمد رمضان طلع لنا أحمد السقا. بحبك قوي. احمد السقا هرم. لا ما يستاهلش احمد بجد جدع. اقول لها جبل ما يهزك ريح. يعني أحمد السقا صار له يومين مولعة، وتفاعلوا الناس مع تشبيهه لحاله بشخصية خالد بن الوليد. أنا كان نفسي أعمل خالد الوليد تاني. وقبلها كلنا شفنا الجدل بعد دعمه لمحمد صلاح بأزمته مع نادي ليفربول. هلأ دعم السقا لمحمد صلاح ما كانت المشكلة وبنظر الجمهور يلي انتقدوه كانت بالطريقة يلي وصفوها بالغريب. خاصة انه السقا عم بخاطب النادي وإدارة ليفربول، ففي يلي كتب أنا متأكد فريق ليفربول عقد اجتماع عاجل بسبب كلمة أحمد السقا. وفي اللي سخر من وصفه لنفسه بميجا ستار وقال له ما خلصنا من محمد رمضان طلع لنا أحمد السقا. One of the mega stars of the Middle East. وعلى فكرة السقا اختار ينزل الفيديو بلغتين، واحد بالعربي والتاني بالإنجليزي، وهون كتار تركوا كل شي وعلقوا على لغته الإنجليزية وانتقدوه، وكالعادة كتبوا ده إنجليزي يا مرسي. عارفة انت عملت فينا ايه؟ هلأ السقا اعترف بأنه بعض المصطلحات خانته، بس بالمقابل شدد على كونه صور الفيديو بكل حسن نية، وهالشي نجوم كتار أكدوا عليه ودعموه فيه. احمد السقا هرم، واحمد السقا لما تيجي تذكر اسمه انت اوريدي بتشوف تاريخ كتير قوي. احمد انسان حقيقي قوي وايموشنال جدا، وموضوع زي محمد صلاح كلنا اتاثرنا بيه. الهجوم اللي عليه هو مش على احمد السقا، هو على محمد صلاح. اللي بيبقى ضد محمد صلاح هو حد ضد مصر. احمد يا جماعه برج الحوت بيتكلم بمشاعره، واحمد الحقيقه شاطر جدا الحقيقه في اللغه وفي الكلام، لكن انا كان رايي يصاغ بطريقه مختلفه. الراجل جاله احساس ان هو ابن بلده، واحمد السقا ده راجل سوبر ستار. يعني هو الراجل بيقول بيان بيدعمه، ايه المشكله؟ اقول له بحبك قوي وفنان جميل وعظيم. اقول لها جبل ما يهزك ريح. احنا جنبك وفي ظهرك ودايما بندعمك.